مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى قلنا نفرز مع بعض كده البسله باسهل طريقه. طبعا البسله دلوقتي متوفره في السوق ورخيصه، يعتبر ب25 جنيه، يعني مش حاجه. والفاصوليا ب10 جنيه، يعني الحمد لله الاسعار نزلت شويه، يعني حاجه بصراحه جميله جدا وطازه وما شاء الله تبارك الرحمن، تحفه يعني. فجبت كيلو من الفاصوليا وجبت 2 كيلو ونص من البسله، يعني كل ما بنزل بجيب بفرز كده حاجة في حاجة عشان ما بقاش حاجة كتير عليا. بفصصها اهو معاكم. طبعا سهلة جدا تفصيصها، خضرة وجميلة مليانة، وبصراحة ما شاء الله تحفة يعني. هنخلص الكمية كده نرجع لكم. بعد كده جبنا الفاصوليا اهي معاكم. هو كيلو مش كتير، يعني سهل خالص، بس قطعناه كده، مش اسهل من كده بصراحة يعني. بس خلصنا بقى الكمية كده وسهل جدا يعني. كده خلصناها اهو معاكم. جينا بقى نغسلها. طبعا غسلناها كذا مرة لحد ما المية بتاعتها تبقى بيضة خالص. بحط تحتيها طبق طبعا عشان خاطر اعرف اغسلها كويس. ما شاء الله تبارك الرحمن. بص المية بتاعتها، غسلناها بقى كذا مرة. او كده خلصناها، صفيناها طبعا جامد من المية بتاعتها. ايوه كده تمام. نجيب بقى اكياس. طبعا انا الكيلو هحطه على كيسين عشان خاطر انا بطلع الكيس على طول على الصلصة. طبعا نبقى نجيب طماطم، وانا طبعا شايلة برضو مسبكة طماطم وكده، بس ابقى اجيب تاني يعني واعملها معاكم، لان انا ما بحبش اجيب كمية كبيرة على بعض. انا يعني كل ما بنزل بجيب حاجة واشيلها، افرزها على طول عشان ما بقاش يعني تعب عليا يعني. بس كده خلصنا. طبعا انا بعد بالمعلقة عشان يبقى بالظبط، يعني كيس النص يعني الكيس نص كيلو. او كده خلصناها اهوت. طبعا في كذا طريقة للبسلة والفاصوليا، في كذا طريقة، بس انا جربت بصراحة كذا حاجة، ويعني الطريقة دي كويسة برضو، مش وحشة. بعد كده خلصنا الفاصوليا. طبعا فرغنا الهواء خالص وربطنا الكياس. كده خلصنا الكيسين الفاصوليا، ده كده كيلو. نرجع بقى للبسلة تاني. طبعا خلصنا تفصيص فيها. نجيب بقى الجزر. طبعا الجزر ما شاء الله تبارك الرحمن تحفة، ده الموسم بتاعه. طبعا عملنا على طبعا مش هعمل الجزر ده كله. طبعا كده الجزر قشرناه. عملنا على البسلة، عملنا عليها كيلو وربع من الجزر. ال2 كيلو ونص من البسلة حطينا عليها كيلو وربع من الجزر. طبعا قشرناه كده قدامكم. كده خلصنا. عملنا كده يعني هنا يعني بالويم كده، ده يعتبر كيلو وربع. طبعا قطعناه اهو معاكم. طبعا انا كنت مقطعاهم مكعبات صغيرة. في ناس بتحب تشيل البسلة كده من غير الجزر، وبتحب الجزر لوحده.
وفي كذا طريقة برضو للتخزين، الجزر والبسلة والفاصوليا في يعني انا ساعات بعملهم برضو على البخار، يبقى كذا طريقة يعني للتخزين. طبعا نطلعهم في رمضان كده، في وقت مثلا واحد يعني صايم وكده، يطلعهم القوطة متفرزة، والبسلة بيطلعهم مع كيس الفراخ او اللحمة وبيقضوا اليوم. طبعا نجي خلصنا كده مع بعض، نجيبهم بقى طبعا تحت المية، نغسلهم كويس جدا في المصفى اهي، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الجزر بيخلي البسلة مسكرة وجميلة جدا، وانا عندي الاولاد هنا بيحبوها قوي، فكل ما بنزل بجيب يعني 2 كيلو 3 كيلو كيلو، واعمله واشيله في الفريزر، او بينفع برضو في الوقت بتاع الصيف. طبعا غسلتها كذا مرة، يجي 3 4 مرات، لحد ما المية بتاعتها ما بقت بيضة خالص. كده صفيناها طبعا كويس، صفيناها كويس جدا. بعد كده حطيناها في الطبق اهو. نجيب بقى، انا حطيتهم على 3 اكياس، يا دوبك الكيس طبخة على طول. اهو كده تمام. وطبعا هعد برضو بالمعلقة عشان يبقوا ال3 اكياس قد بعض بالظبط. طبعا في طريقة تانية اللي هي بالبخار، بحط حلة على النار فيها مية واحط عليها المصفى، واحط بقى كمية، بعملها كده بالظبط، بس بحطها بقى على البخار، يا دوبك لونها يغير بس، يعني البخار مش بتستوي، يا دوبك يعني لونها يغير. وطبعا بحطها تبرد خالص، واحطها برضو في الاكياس. بس بصراحة يعني الطريقة دي سهلة واسرع. او كده برضو عدينا، هنعد بالمعلقة 3 اكياس قد بعض بالظبط، مفيش اسهل طبعا من كده. طبعا انتوا عارفين رمضان بيبقى عايز كل يوم اكل شكل، فما حطيتش برضو كتير، يا دوبك يعني الكيس طقة. فرغنا الهواء خالص من الكيس وربطناه، وكده خلصنا مع بعض اهو. كمية معاكم طبعا، الكيس ما شاء الله تبارك الرحمن يعني حلو. وكل سنة وانتم طيبين، بألف هنا وشفا عليكم حبايبي.